أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال المجيد. جهود لضمان مصدر مياه عولي ريم في أفعبت. السعودية تقرر العودة إلى الحياة الطبيعية في آخر يونيو. دعوة أوروبية لفتح الحدود بأسرع وقت ممكن. وإطلاق سراح أول الدفعة من سجناء طالبان في اليوم الثاني من الهجوم. أهلا بكم. بعث رؤساء الدول والحكومات برقيات تهنئة لحكومة وشعب إريتريا بالذكرى 29 لاستقلال البلاد. وبعثت رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهل ورق زودي، ورئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس إيطاليا سيرجو ماتارييلا ببرقيات تهنئة باسم حكوماتهم وشعبهم، متمنين موفور الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار لشعب إريتريا. وأكد الرؤساء الرغبة والاستعداد لتطوير العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي مع إريتريا. وعربت الرئيس سهل ورق زودي عن ثقتها التامة لتقوية متواصلة للعلاقات الأخوية بين إريتريا وإثيوبيا بما يخدم مصلحة الشعبين. وقال الرئيس ألفا كوندي: المجد للشهداء الذين مضوا من أجل استقلال وسيادة إريتريا، مشيدا بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الباهرة التي حققتها إريتريا بقيادة الرئيس سياس أفورقي. احتفل الإريتريون في الدول الإسكندنافية والسودان وجنوب السودان وجنوب إفريقيا بعيد الاستقلال بمراعاة ضوابط إجراءات جائحة كورونا. وشارك في الاحتفالات عدد قليل بالحضور والأغلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد يوناس منا في الاحتفال الذي نظمه الإريتريون في الدول الإسكندنافية في 23 من مايو: إن احتفال هذه السنة يعتبر استثنائيا لمجيئه في الوقت الذي خرج فيه شعب حكومة إريتريا منتصرا من التحديات والمعوقات، وإثبات وحدته وتكاتفه. وتم في المناسبة تقديم 500 ألف كرونر لصندوق مكافحة كورونا مواصلة لتبرعاتهم السابقة، وتقديم الجوائز للطلاب خريجي الكليات. وأشار القائم بأعمال سفارة الإريتريا في السودان السيد إبراهيم إدريس في الاحتفال الذي نظم في السودان أن احتفال الاستقلال هذا العام يأتي في ظرف خاص جراء جائحة كورونا، مهنئا الشعب الإريتري بالمناسبة. واحتفل الإريتريون في جنوب السودان يوم 24 من مايو في جوبا بعيد الاستقلال، حيث أشاد سفير إريتريا السيد يوهانس تخل ميكائيل بالمساهمة الكبيرة للشعب الإريتري في الداخل والمهجر لمواجهة وباء كورونا. وأوضح سفير إريتريا السيد صالح عمر في الاحتفال الذي نظم بجنوب إفريقيا أن التضحيات الكبيرة المقدمة للوصول إلى المرحلة الراهنة، داعيا الحفاظ على القيم التي زادت بريقا في هذه الآونة ونقلها للأجيال. تبرع الإريتريون في ألمانيا والسويد لتنمية صندوق مكافحة وباء كورونا. وقدم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرانكفورت 10,000 يورو، و1000 يورو في كل من كولن وهامبورغ، و600 يورو في كل من ميونخ ودوزلدورف، 300 يورو في هايدلبرغ، و100 يورو في أولم. وجمعية السلام في ميونخ 700 يورو، وجمعية مرحبا التعاونية في ليرس هايم 2925 يورو، وجمعية باتريوتيك للإريتريين في فرانكفورت 800 يورو، وجمعية أصدقاء حمبرتي في ألمانيا 1500 نقفة، ومواطن صاحب متجر لم يرقب ذكر اسمه 5000 يورو. وفي السويد قدمت الجالية الإريترية في سندوسفال 30,000، وكنيسة صيون أبسالا 12,800، وجمعية سنيت 6,500،
وإير يونايتد شلفزيو 7300 وعد الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في كارلس كوغان ديغافورشن 2000 وسار لتأجير السيارات 20,000 وناكا لرعاية المسنين 5,000 كرونر. في غضون ذلك ألقى عدد من المواطنين المقيمين في السويد إيجارات البيوت من شهر و3 أشهر و7 أشهر لمستأجري منازلهم في دك أمحارة وأسمرة وكودفلاس. وقدم الإرثيون المقيمون في كينيا وتنزانيا 87,750 دولار أمريكي و1,541,600 شلن، أي ما مجموعه 104,166 دولار أمريكي. تجري أعمال إرساء مشروع مياه ضحية عول ريم بمدينة أفعبت لتوفير مياه الشرب الصالحة لأكثر من 300 أسرة في 3 قرى. وأوضح السكان أن مصادر المياه السابقة كانت تدفن بالسيول، ولإيجاد حل دائم يتم تجديد مصدر المياه بطريقة حديثة ومشاركة شعبية فاعلة. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بمبادرة السكان، مؤكدا تعاون إدارة المديرية معهم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستنهي حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا بدءا من 21 من يونيو على مستوى البلاد، باستثناء في مكة المكرمة بعد أكثر من شهرين على فرض القيود الصارمة. وقالت وزارة الداخلية في سلسلة من الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنها ستبدأ في تخفيف القيود في شكل تدريجي وعلى مراحل، بدءا من هذا الأسبوع مع تخفيف حظر التجول بين 6 صباحا و3 عصرا بين يومي الخميس والسبت. وفرضت المملكة التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في الخليج حظرا للتجول على مستوى البلاد خلال عيد الفطر المبارك. كما قررت السلطات بدءا من الأحد 31 من مايو أيار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وسجلت السعودية حوالي 77 ألف إصابة وحوالي 450 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد-19 المستجد. على الرغم من دعوات المفوضية الأوروبية للحوار بشأن فتح الحدود الداخلية للدول القارة العجوز من جديد، تتخذ البلدان الأوروبية قرارات أحادية بهذا الخصوص، وهذا في وقت بدأت فيه هذه الدول بتخفيف القيود الداخلية التي فرضتها بموجب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. ودعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني الثلاثاء إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن بعد أسابيع من الإغلاق الهادف للحد من تفشي فيروس كورونا. واعتبر الفرنسي ريتشارد فيران والألماني وولفغانغ شوبل في إعلان مشترك أنه على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل فضاء شنغن حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك. ونشر النص قبل يومين من اجتماع اللجنة الفرنسية الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين أنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، وستخصص لدراسة تداعيات وباء كوفيد-19 في أوروبا. أعلنت السلطات الأفغانية الاثنين إطلاق سراح 100 سجين من طالبان، وذلك في إطار الرد على هدنة مفاجئة ل3 أيام أعلنتها طالبان بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتخطط الحكومة للإفراج عن 2000 سجين من طالبان كبادرة حسن نية على وقف إطلاق النار، ما يعزز فرص إطلاق محادثات السلام. وتبدو الهدنة وهي الثانية من نوعها في غضون نحو 19 عاما من الحرب في أفغانستان صامدة لليوم الثاني بعد ترحيب الحكومة بها وإعلانها خطط لإطلاق سراح 2000 سجين من طالبان. وصرح الرئيس أشرف غني أن الحكومة مستعدة أيضا لإجراء محادثات السلام مع طالبان تعتبر أساسية لإنهاء حرب دامت قرابة عقدين في الدولة الآسيوية. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت مركبة الشحن اليابانية غير المأهولة ناين اتش تي في إلى محطة الفضاء الدولية ISS لتسليم دفعة واحدة نهائية قبل تقاعد أسطولها. وتم تلقف مركبة الشحن من قبل ذراع آلي تحت سيطرة رائد الفضاء في ناسا كريس كاسيدي. وقام كاسيدي قائد طاقم البعثة 63 للمحطة بتفكيك المركبة الفضائية التي يبلغ وزنها 12 طنا أثناء تحليقها على ارتفاع 418 كيلومترا فوق تنزانيا. وأطلقت المركبة مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني في 20 من مايو بواسطة صاروخ ميتسوبيشي HLLB، والذي تعتبر هذه المهمة رحلته النهائية كذلك. هكذا مشاهدينا الأكارم انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة والاستماع ودمتم في أمان الله.